اهلا بكم في سلسلة جديدة عبارة عن فيديوهات قصيرة هنرد فيها على كل اللي بتقابله مشاكل، سواء التعليقات اللي بتجيلنا على اليوتيوب او رسائل الجروب على التليجرام. طيب لما نفتح كده التليجرام ونشوف اول مشكلة معانا من سيف الله، لما بيجي يستخدم اداة الكام هاكرز ويعمل لها LS عشان يشوف الملفات، هي الملفات موجودة معاه فعلا، بس لما بيفتح الاداة بيجيب له permission denied، يعني مش متفعلة. طيب لما نيجي ندي بصة بسيطة كده على الملفات، هنلاقي ان اهم ملف هو الكام هاكرز دوت بايثون او PY، لونه باللون الابيض، ولكن الملفين اللي جنبيه باللون الازرق، وبعدين الملفين اللي بعديهم باللون الابيض. ده معناه ان الملفات مش متفعلة، وده امرها بسيط. الموضوع ما فيه ان انا بعد ما افتح اللينكس واروح للاداة، اي اداة عموما، انا هنا مثلا دخلت جوه اداة الايفل درويد، تمام، بلاقي فيها ملفات زي ما انتم شايفين. باجي على الملفات كلها وباخدهم واحد واحد، كليك يمين وبعدين بروبرتس، باجي على البرميشن او الصلاحيات وبفعل allow this file to run as a program، ولكن هنا هنلاقيها مش راضية تتفعل ومطفية زي ما انتم شايفين. الحل هنا ان احنا بنفعل وضع الروت، يعني هنا جايب لنا ان هي بتشتغل بالروت. ازاي افعل وضع الروت؟ كليك يمين وبعدين open as root، يعني كده انا هشغل الفولدر ده بالروت واحط الباسورد بتاعي زي ما انتم شايفين كده. الوضع اتفعل، وبعدين الملف كليك يمين على الملف وبرميشن allow this file to run programming زي ما انتم شايفين اتفعلت معايا. اول ما اروح اجرب الملفات، بس لازم اعمل التشيك كده على الملفات كلها، اول ما اروح اشغلها تشتغل معانا وهي هتبقى تمام.